السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الورد والياسمين، صباح النشاط، صباح الهمة العالية. روتين جديد تحفيزي كده سريع مع بعض. قلت اصبح عليكم واوريكم النسمة الجميلة دي والهواء الجميل والجو الحلو قوي. بجد بيبقى مريح قوي للاعصاب الصبح لما نصحى كده وقت شروق الشمس. موضوع بيبقى حلو قوي. النهارده هعمل معاكم روتين بقى ايه كده. هنظبط الدولاب لان الدنيا عندي بقالي فتره كده عماله اسحب وجوزي يسحب وكل واحد يشيل على حاله كده. تمام. الدولاب محتاج يتظبط بقى ويتروق ترويقه تمام كده، وقلنا نغير بقى فرش السرير. إيه السرير المخادد هنا انا عايزه اوريكم، هوريكم اسمهم ايه، اللي هما بتاعت الحروف بتاعت المخادد دي، انا والله نسيت اسمهم. دي انا مشترياها. تمام. في منها الوان كتير. انا جبت اللون النبيتي، لونها هي على قطيفه كده، بتتشال وتتحط. بص انا بوريها لكم، بتتشال وتتحط، سهله جدا وحلوه قوي. اشيلها اغسلها وارجع ايه اعملها تاني. طبعا روبان كان بتشيل معايا ومفيش مانع انها تقرفني وتزهقني وتفضل تتنطط على المرتبه. تمام. بس يعني اهو الاتنين بيبقوا مطلعين عيني. الحمد لله يعني ما شاء الله يعني. روفان وريان بيبقوا تحت رجلي كده وانا بعمل كل حاجة، بالذات ريان بصراحة ربنا يهديه ويصلح حاله يا رب. فقلت الاول كده اغير فرش السرير وبعد كده ابدأ ايه اطبق في الدولاب، وهما الاتنين بيساعدوني شايفين يعني. انا اعمل وريان يشد. يعني انا علشان اخلص فرش السرير ده احنا كنا هنا، بصوا يعني كان بعد العصر تقريبا. شايفين الضوء اللي جاي من الشارع عامل ازاي، معاكس حتى معايا في الكاميرا. وانا ما كنتش عارفة بصراحة احط الترايبود على السراحة، لاني ما شاء الله يعني زي ما بقول لكم ريان مظبطني فعليا. تمام. كان هيشده ويوقعه، ما بيصدق يلاقيه قريب منه وبيشد على طول. احنا بنشد اي حاجة وبنكسر اي حاجة ما شاء الله، وبنبقى فرحانين ومبسوطين. ربنا يبارك فيه هو وكل الاولاد اللي زيه يعني. بصوا هنا فكان مطلع عيني يعني الحمد لله. ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. ويهديهم ويصلح حالهم ويجعلهم ذرية صالحة يا رب، ويعيننا على تربيتهم. اللهم امين يا رب. ان هم يطلعوا ذرية صالحة ويطلعوا نشء صالح. يعني بصوا هو انا كأني ما بروقش حاجة زي ما انتم شايفين يعني. ده الحل اللي احنا فيه 24 ساعة على طول يعني. الحمد لله. عامة يعني انا والله سامحوني بجد في غيابي عليكم. بس الحمد لله الحمد لله على كل حال. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنظبطكم كده شويه فيديوهات وروتينات، وعايزه افرجكم كده على شويه حاجات هعملها يا رب ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا هبدا اطلع الهدوم، هو جاي يساعد برضه يعني بيطلع معايا في الهدوم يعني. بصوا كله بيساعد وكله بيمد ايده. كله بيمد ايده، كله عايز يساعد ويساهم ويظبط الدنيا. ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا عايزة اقول لكم ما قدرتش ان انا اعمل الدولاب كله في التوقيت ده، فتح في الزن والعياط كان لا عايز يطلع فوق واطلعه فوق ينزل تحت بدماغه ككده. فاضطريت ان انا فعلا انيمه، وقفت كل حاجة وما رضيتش اعمل اي حاجة ووقفت كده ما عملتش اي حاجة. ورحت مديها دوش مية كده هو واخته يعني حمتهم، والاتنين ناموا بقى كده الحمد لله الحمد لله يعني. وفقت بقى وابتديت اعمل الدولاب على روقان كده. الله يعني حاجة كده ايه مش عايزة اقول لكم، يعني اخر روقان واخر راحة وهم نايمين.
يعني اي حاجة وهم نايمين بتبقى جميلة حقيقي يعني. كنا دلوقتي بقى خلاص يعني بعد المغرب بكتير كنا داخلين على العشاء، فده روتين مسائي كده حلو لذيذ. خدنا حتة من النهار ودخلنا بقى ايه على الباقي كله بالليل. بس كنت ظبطت بقى الغدا، بس انا جايبه لكم في اخر الفيديو يعني عشان ما اقطعش الفيديو عليكم. كنت عملت غدا سريع كده، كان عندي اكل وعملت حاجه كده يعني زي ما تقولوا حرشه كده، يعني حاجه كده ايه تاكل بمعنى اصح جنب الاكل. وظبطنا الدولاب زي ما انتم شايفين اهو، وخلصت بقى الحمد لله. تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير بالله عليكم. الكومنت الجميل منكم تحفيزي كده وتشجيع، الموضوع بيفرق كتير. هنا بقى هعمل معاكم اكله لذيذه خالص 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 بجد، لو جربتوها والله العظيم هتدعولي. تحفه فعليا. اعملوها جنب الاكل في اي حاجه، اعملوها جنب اي اكل عندكم مش هتندموا بجد. انا جبت هنا بصلايه كبيره مخرطاها زي ما انتم شايفين كده مكعبات. كان عندي اكل زي ما قلت لكم، وحبيت اعمل بس حاجه حرشه كده جنب منه، حاجه كده حراقه لان احنا بنموت في الحراق. تمام. فجبت معايا بصلايه كده. تمام. شوحتها كويس خالص لغايه ما ابتدت ايه تدبل كده، ونزلت عليها بمعلقتين من الثوم. تمام. خليكي معايا يا ست الكل، هتشوفي الجمال والحلاوه في الاخر. بجد طبق لذيذ وجميل جنب الاكل، وحلو وخفيف يعني مش هيتعبك. نزلت بقى بفلفل كده زي ما انتم شايفين متقطع، اشوحه بقى مع البصل كده لغايه ما يدبل. بس طبعا حراق، احنا كده كده الاكله دي مش للولاد نهائي، الاكله دي لنا احنا. كان في اكل وخاص بالولاد واكل لينا تاني، ودي كنا عاملينها عشان بمعنى اصح زي ما احنا بنقول كده تاكل، لما تكوني عايزه تعملي حاجه حراقه كده عشان تاكلك على الاكل يعني. تمام. وفضلنا نقلب فيها لغايه ايه ما دبلت. تمام. تدبل معانا، وهنزل عليها بمعلقتين كده من الصلصه علشان اديها لون. تمام. تاخد اللون الاحمر اللذيذ كده. وهنزل عليها بقى ب4 طماطمات كده متقطعين زي السلطه صغيرين، واقلب كويس. وبعدين استني اصبري على رزقك بس، ما تستعجليش. هتشوفي الجمال دلوقتي. سيبناها طبعا تستوي كده، وهنحط معلقه سكر زي ما انتم شايفين، وهنقلب. بصوا اول ما ابتدت تستوي نبدا نهرسها ايه كويس زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الحلاوه، شايفين الجمال. هنعمل فيها ايه دي جايالك اهو، ما تقلقيش. هنا انا كنت جايبه معايا بتنجانتين وشويتهم. تمام. شويت البتنجان بس والله المقطع ده اتحذف فعليا، انا بوريهولكوا اهو. البتنجان بعد ما شويته وقشرته نزلت على التتبيله بتاعتي اللي انا عملتها دي بالبتنجان المشوي. تمام. وسبته على النار كده غلوتين حلوين كده، وابتديت ايه احط التوابل بتاعتي، كزبره بقى على كمون على ملح على فلفل، كل التوابل اللي انا محتاجاها. بجد الاكله دي تحفه، الطبق ده وهم والله، احلى من سلطه البابا غنوج، وكمان احلى من ان انتي تعملي مسقعه يعني مقليه وكده. لا بجد دي تحفه بجد. بجد هتعجبكوا قوي الاكله دي. اعملوا الطبق ده جنب اي اكل وهتدعولي. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. بالله عليكم ما تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. لايك وكومنت جميل منك يا ست الكل، نوريني، وبجد هتلاقي مني احلى تشجيع. ويلا نشجع بعض ونكبر بعض ونرفع فيديوهات لبعض على المنتدى. يلا بينا علشان خاطر ان شاء الله نكبر سوا.
احلى تشجيع منك، وان شاء الله باذن الله يدوم معرفتك وتدوموا عيلة لينا، ويا رب نكبر بيكم ان شاء الله، وحياتنا كلها كده ان شاء الله. وفيديوهاتنا تعجبكم، ومتنسوش الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.